ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كويسين. النهارده بنرجع نكمل مسلسلنا مره تانية، يعني انتوا على ميعاد مع الجزء التاني من مسلسل الساحر وين. فاكرين بقى ايه اللي حصل الجزء الاول؟ طب لو مش فاكرين تعالى بينا افكركم بحاجه بسيطه على السريع. اتكلمنا المره اللي فاتت عن ويل اللي ما كانش قادر يتعلم السحر خالص، لدرجه انه ما يعرفش حتى يمسك العصايه بتاعته، بس عرفنا انه شاطر في القتال بالسيف وقدر يفوز على وحوش كتيره جدا. لكن للاسف كان في ناس كتير في المدرسه بيكرهوه ونفسهم يترفد منها خالص، منهم الاستاذ ادوارد اللي مش عارفين هو بيكرهه كده ليه. لكن لحسن حظه بيقع في كولاي اللي بتساعده طول الوقت وقالت له على المهرجان العظيم، لان السحرة الاسطوريين بينزلوا ينقوا متدربين جدد كل مره، وطلبت منهم يقدم في المهرجان عشان يحقق حلمه ويطلع للبرج. بس ويل ما كانش عاوز، لانه كل ما يقدم لازم تحصل مشكله، لحد ما بيشوف يوليوس وهو بيغلب في الصحراء وبيقف يزعق معاه، وساعتها يوليوس اتحداه انهم يتواجهوا في المهرجان العظيم. فوافق ويل عشان يرجع حق الاقزام منه وقرر يقدم في المهرجان. وده بقى كان معظم احداث الجزء الاول عشان تعرف احنا هنبدا منين. ولو عاوز تتفرج على الجزء الاول بالتفصيل تقدر تدخل على القناه، هتلاقي الفيديو في الديسكريبشن تحت. ويلا بينا نكمل مسلسلنا. بيبدا مسلسلنا النهارده مع ويل وهو راح يقدم في المهرجان، وباين عليه انه متضايق جدا بسبب السحر يوليوس عمله معاه هو وبقيه الاقزام، عشان كده هتلاقيه جد في ملامحه شويه. في نفس الوقت كانت المديره كالدرون بتقول الكلمه بتاعتها لكل الطلاب اللي هيشاركوا في المهرجان، وبتحمسهم انهم يطلعوا احسن حاجه عندهم عشان يبينوا قوتهم عامله ازاي. وممكن في نهايه المهرجان السحرة الاسطوريين يختاروا منهم ناس، وساعتها هيبقى لهم دور كبير في حمايه العالم. فطبعا كلامها ده بيحمس كل الطلاب، لكن ويل كان متحمس عشان ياخد حقه. وفي النهايه بتحدد كالدرون ميعاد بدايه المهرجان وبتدي اشاره البدايه. وقتها بنشوف مجموعه طلاب وهم راكبين تنانين وداخلين في سباق سوا، بس بيبان اكتر ان معظم الطلاب ماهرين في ركوب التنانين لانه بيطيروا بسرعه كبيره. على الناحيه التانيه بقى الطلاب اللي بيشجعوهم بيبقوا متوقعين فوز بنت اسمها لينا بالسباق ده، وده لانها ما خسرتش قبل كده سباق تنانين، وخاصه انها دلوقتي في المركز الاول. بنشوف ساعتها مجموعه من السحرة الاسطوريين وهم بيتابعوا السباق، وده علشان يختاروا الطلاب المتفوقين ويضموهم للفريق بتاعهم. كانت كالدرون ساعتها بتتكلم مع ايرين، بتعرفها ان كل السحرة الاسطوريين دلوقتي متخفين وسط الناس عشان ينقوا الطلبه المتفوقين. لكن ايريس بترد عليها وبتعرفها ان المهرجان ده مش بيجذب السحرة الاسطوريين، ده كمان في سحرة كتير من كل العالم بيجوا مخصوص عشان يتفرجوا، وبيشوف قوه الطلبه الجدد اللي هيبقوا من بعدهم. وبعد ما بتخلص كلامها بتلبس هدومها وتخرج، فبتوقفها كالدرون وبتسالها ليه مستعجله وعايزه تمشي بالسرعه دي. لكن ايريس بتعرفها ان عندها شغل كتير ولازم تراقب كل حاجه في المهرجان بصفتها مراقبه تابعه للبرج السحر. وهنا بنعرف ان ايريس متخفيه وسط طلاب الاكاديميه عشان تشوف الطلاب الموهوبين وتنقل اخبارهم للسحرة الاسطوريين. اول ما جينا فندر زي ما بيقول ده مش بس كده، ده بتبقى عجبت بويل خلاص وعاوزه تروح تتفرج عليه. بننتقل بقى لمكان تاني خالص وبنشوف شيون وهو واقف مع اصحابه اللي بيتمنوا انه يفوز بالمهرجان ويبقى مع السحرة الاسطوريين. في اللحظه دي بيفتكر شيون وقت ما طلبت منه كليه ينضم للفريق، وساعتها ما قدرش يرفض طلبه، وخاصه انه الوحيد اللي يقدر ينقل الفريق بتاعه لمكانه تانية. وبنرجع تاني للحاضر وبنشوفه هو بيكلم نفسه وبيبقى فرحان عشان كليه اخيرا عرفت امتى، وقررت تقرب منه بعد ما عرفت ان ويل مش هيقدر يعمل لها حاجه. وبيسيب صحابه وبيروح له الاوضه بتاعتها، فبيتفاجئ بويل قاعد معاها يتكلموا، فبيتعصب جامد عليها وبيسالها عن سبب وجودها معاه. هنا بقى بتعرفوا كليه انه من شروط الانضمام للمهرجان ان اعضاء الفريق لازم يبقى معاهم مجموعه 21,000 نقطه على الاقل. ولما فكرت شويه ما لقتش غيره تضمه ليه عشان يقدر يحققوا شروط المهرجان وينضموا ليه. فويل بيبص لشيون وبيعتذر له انهم خدعوه وانهم كانوا محتاجينه عشان كده ملقوش غير الحل ده عشان يوافق ينضم ليه. وقتها شيون بيتعصب جامد وبيساله ايه السبب اللي يخليه ينضم للمهرجان، هو اصلا ما بيعرفش يستخدم السحر. وهنا بتبدا كولاي تشرح لشيون كل حاجه وبتعرفه ان ويل ويوليوس اتخانقوا مع بعض ودخلوا تحدي، وكان لازم ويل يشارك في المهرجان حتى لو ما بيعرفش يستخدم السحر عشان يعرف ياخد حقه من يوليوس. وقتها شيون بيتضايق جدا، وبيتضايق اكتر لما بيفتكر لحظه ما ويل انقذه في الدماس من الوحش، لانه مش قادر يتقبل فكره ان واحد زيه يبقى ليه فضل عليه. بنسيبهم بقى وبنروح للمهرجان، وساعتها المعلق بيبدا يحيي كل الناس الموجودين وبيعرفهم كمان ان في واحد هيساعده في التعليق النهارده. ومجرد ظهوره اللي هو ادوارد طبعا بنلاقي الكل كاره اصلا انهم يتفرجوا عليه، وخاصه ان اكتر معلم في الاكاديميه محدش بيحبه. في الوقت ده بيرد ادوارد على مايك وبيقول له حضرت الطابوت بتاعك وانت جاي للمحاضره، فبيتوه مايك الكلام وبيتكلم عن مجموعه السحر الاسود. وساعتها المكان بيتملأ باشعه كتير لونها احمر، والسماء بتبدا تتملأ بدوامات واشكال هندسيه، ودي بتدل على اماكن كتير في العالم زي الغابات والبحار والمستنقعات والبراكين وغيرها. وهنا بقى بنعرف ان المتسابقين كلهم هيبداوا من بره الحلبة ولازم يعدوا على كل المناطق اللي لسه قايلينها دي. بتبدا كل مجموعه تنزل لارض المعركه ومن ضمنهم مجموعه وي، اللي اول ما الاستاذ نور بيشوفه بيستغرب هو ازاي هيشارك في المهرجان وهو ما يعرفش اي حاجه عن السحر. فبيعتذر له ويل وبيعرفه انه لازم يشارك في المهرجان ده لانه تحدي بالنسبه له ومهما كلفه الموضوع فلازم يفوز بيه. وبتبدا مجموعه ويل تدخل المعركه، والمفروض انهم هيعدوا من وسط مجموعه التاج، ودول عباره عن مجموعه رجال آليين قوتهم بتبقى كبيره. فبتبدا كولاي تستخدم السحر بتاعها عن ويل فبيهجم بكل قوته، وده بيخلي كل الطلبه يتريقوا عليه لحد ما بيسكتهم كلهم، وبيضرب ضربه قويه في الرجال الآليين بيدمرهم لدرجه انهم بيقعوا على الارض ومحدش بيبقى فاهم ايه اللي حصل بالظبط ولا القوه دي كلها جت منين. وبيقدر ويل يعدي من اول مرحله وهي الغاب، وبرغم انه ما استخدمش السحر الا ان كولاي بتقول له انه برضه ما عداش القوانين بتاعه المهرجان، يعني محدش يقدر يوقفه. في الوقت ده شيون بيفتكر ويل لما انقذه بيقول لنفسه انه ما ينفعش يسمح
يسمح له يتخطى للدرجه دي، ولازم يعمل حاجه يثبت بها نفسه انه احسن منه. وبنرجع تاني للحضر وكلهم بيجروا وسط الغاب عشان يروحوا المرحله اللي بعدها. فبيوصلوا للصحراء، هناك بيبقى في ضرب نار عليهم من كل مكان، فبيستخدم كولاية سحرها برضه. اما ويل فبيدخل بكل قوته وسط ضرب النار وبيحاول يهزم الالات اللي بتضرب عليه لحد ما بيدمرهم خالص وبيعدي المرحله دي وبيوصل اللي بعدها. كل ده بقى مخلي بقيه الطلبه مبهورين من اللي بيعمله ومستغربين هو قادر يتخطى كل المراحل دي ازاي من غير ما يستخدم طاقه السحر ولا مره واحده. وساعتها بنشوف إريس وهي بتشجعه بكل حماس، فالطلاب بيبصوا لها هم مستغربين، والصراحه بتبقى هبله قوي وهي بتشجعه. المهم بنرجع تاني لويل ومجموعته اللي بيوصلوا نباتات مفترسه وبيحاولوا يتصدوا ليهم. في الوقت ده بيظهر يوليوس هو كمان وبيبقى عاوز يلحق نفسه قبل ما ويل يخلص كل المراحل وما عملش اي حاجه لسه. اما ويل ومجموعته فوصلوا الغابه المسحوره، وهناك بيلاقوا افخاخ كتير جدا وبيحاولوا يتخطوه لحد ما بيظهر يوليوس قدامهم فجاه. فبيسال ويل نفسه هو وصل هنا قبله ازاي، وان اكيد فريقه مستخبي في اي مكان تاني وبيراقبهم. لكن يوليوس اصلا وصل هنا عشان يعطل ويل وما يخلوش يهزموا في القتال. لكن ويل اول مره يستخدم السحر وبيطلع طاقه النار اللي عنده، بيوقف كل الاسهم دي. فكولايت بتنادي عليه وهي مصدومه من قوته الكبيره وخايفه يحصل له حاجه بسببها، لحد ما بنكتشف ان ويل دمر الغابه كلها وبقت عباره عن شويه فحم. فبيظهر يوليوس مره تانية وبيقف قدام ويل اللي بينصحه وبيقول له يختفي من قدامه احسن. حتى شيون هو كمان بيختار الوقت ده عشان يحارب ويل وبيقول له ان دي الفرصه الوحيده اللي يقدر ياخد حقه فيه. لكن يظهر يوليوس هو كمان بيقف معاه ضد ويل، فبيطلب ويل من شيون انه يبطل اللي بيعمله ده لانه مش وقت. بس شيون بيبقى مصمم وبيطلب من ويل يمسك سيفه ويهجم عليه عشان يشوفوا مين الاقوى فيه. فبيمسك ويل السيف وبيقفوا قصاد بعض في تحدي، ويا ترى مين فيهم اللي هيفوز. هنعرف دلوقتي، ما تقلقش، ركز معايا بس عشان التيل جاي في السكه. وهنا بنرجع فلاش باك بقى عشان نعرف هو ليه شيون بيكره ويل او كده. الحقيقه انهم بيطلعوا يعرفوا بعض من صغرهم، وفي يوم شيون كان عاوز ويل ينضم الفريق، قال ايه عشان يبقى تحت امره. لكن ويل تجاهله تماما ومحبش ينضم ليه. فلما شافوا شيون بيتكلم معاه وحش هدده، بس ويل ما سمعش تهديده ومشي. فحس شيون انه بيستقل بيه، ومن يومها هو بيكرهه بدرجه كبيره. المهم نرجع تاني للحضر وبنشوف شيون وهو بيهجم على ويل، لكن ويل مش راضي يعمل حاجه وبيحاول يهرب منه ويستخبى ورا اي شجره. بس شيون مش سايبه في حاله وعاوز يقتله باي طريقه، ولما بيوجه له اكتر من ضربه ويل بيهرب منها، وكل ده بيدافع عن نفسه. فبيطلب منه شيون انه يهجم عليه. في الوقت ده بنسمع مايك وهو بيتكلم عن الموضوع ومستغرب ازاي اتنين من فريق واحد يهجموا على بعض، المفروض انهم رايحين يساعدوا بعض مش العكس. وبيطلب من ادوارد يعلق على الموضوع، لكن ادوارد بيضحك بكل سخريه وبيتريق على اللي بيحصل، بس بيبان عليه انه فرحان عشان ويل هيخسر ويثبت للكل ان معاه حق من البدايه وانه كان لازم يطلع من الاكاديميه. في نفس الوقت بنشوف كولايت وهي قاعده مع روستي والاتنين جايين عشان يشجعوا ويل. وبرغم ان روستي ما كانش شايف انه إريس بتشجع حد بعين، الا ان لما بيسالها بتعرفه انها سمعت عنه من شخص بعيد، لكن مع الوقت بقت مهووسه بيه والنهارده جاي عشان تشجعه مخصوص. بنرجع تاني للغابه وساعتها بنشوف يوليوس وهو بيهجم على كولايت اللي بتحاول تهرب منه باي طريقه، لكن نزل عليهم هجوم من كل ناحيه. وهنا بقى بنكتشف ان يوليوس بيستخدم سلاح سري وعامل لنفسه اكتر من نسخه عشان يعطل باقي الفريق كمان، بس بيقدروا يكشفوا حقيقته وفي منهم اللي بيدمر النسخه بتاعته. لكن فين بقى النسخه الحقيقيه بتاعته؟ وبيبان هنا في المدرجات، وبنشوف الطلبه اللي هم بيتكلموا عن مواجهه شيون لويل اللي مش عارفين هو بيكره ويل كده ليه. ولما بنرجع لهم بنلاقي ويل بيسال نفسه نفس السؤال، وهنا بيفتكر نفسه طول الوقت في الاكاديميه ان كان متصالح مع نفسه وعمره ما ضايق حد، بالعكس ده كان عارف ومقدر انه فاشل في السحر. فليه بقى الكل كان بيتنمر ويتريق عليه برغم انه كان عاوز يعيش ببساطه وبعيد عن اي مشاكل؟ وكل اللي كان بيحصل له ده ما كانش قادر يبعد عقله عن الهدف بتاعه، هو انه يوصل لإليفا. وعلشان كده بنشوف شيون وهو بيضربه بسلسله من النار وويل بيحاول يبعد عنه، فبيستخدم قوه السحر بتاعته وبيسلط الحيوان بتاعه. لكن شيون بيصد الضربه، ولما ويل بيحاول يضربه بيتعب. ومع اللي شيون بيعمله الكل بيلاحظ ان قوته بقت اكبر من اول حتى ويل. عشان كده المراقبين بتوع المهرجان بيطلبوا انهم ينقلوا اخبار قوته دي للسحرة الاسطوريين، لان اول مره يقابلوا واحد من النوع ده. اما شيون بقى فبيزعق لويل وبيطلب منه يوري له احسن حاجه عنده، وبيتريق على قوته اللي بقت ضعيفه فجاه. وهنا حابب اقول لك حاجه، الكره بالذات بيخلي البني ادم يعمل حاجات هو نفسه ما كانش يعرف يعملها في العادي، لان اي شخص لما بيشوف اللي بيكرهه ممكن يتحول لوحش حرفيا. وده اللي حصل مع شيون، مش متقبل فكره ان ويل احسن منه، وعشان كده هتلاقيه بيهجم عليه بكل قوه من غير ما يعمل حسابات ان في منافسه اصلا ما بينهم، وانهم مجرد طلاب بيتنافسوا عشان يبقوا سحرة. فبيزعق ويل فيه وبيساله هو ليه بيكرهه كده، وان ما عندوش وقت عشان ينافسه، هو الوقت اللي هيتعطل فيه قدامه كان المفروض يواجه فيه يوليو. لكن شيون بيزعله بيعرفه انه مجرد ما لقوش بيستسلم ليه ده لوحده خلاه يكرهه، لانه اتعود ان اي حاجه يطلبها لازم تبقى بتاعته، وانه ما ينفعش يتجاهله طالما طلب منه حاجه. فبيستغرب ويل من كلامه وبيبدا يفتكر ذكرياته معاه زمان، وبيقول له انه طالما رغبته كده فلازم يقبل التحدي بتاعه. فبيفرح شيون انه خلاص هيوري له قوته، والاتنين بيبداوا يجهزوا نفسهم لمعركه كبيره. ومع الضربه اللي شيون بيوجهها لويل بيصدها ويل بكل براعه، وكان خلاص رايح يهجم عليه وسط استغراب من شيون ازاي قدر يصد الضربه دي. لكن لما ويل بيقرب من شيون وخلاص كان هيضربه بتظهر كولايت ما بينهم وبتعمل حاجز تمنعهم يقربوا من بعض، وبتزعق فيهم عشان يبطلوا اللي بيعملوه. فبيستغربوا من شكلها لان هدومها متقطعه، وكمان يوليوس مش جاي معاها. ولما بيسالوا عنه بتقول لهم
ان ضربته ضربه واحده فاختفى من بعدها ومش عارفه هو راح فين. فبيحاول شيون يهديها وبيطلع معجب بها اصلا وبيعرفها انه هيدافع عنها على طول، لكن كولاي بتزعقله بتقول ان هو السبب في كل ده من الاساس. اما ويل فبيوعد شيون انه يواجهه مره تانية وبيجري بسرعه يدور على يوليوس، فبيزعق فيه شيون وبيطلب منه يرجع له تاني. بس طبعا ويل بيكون مشى. وفي القلعه بنشوف يوليوس وهو طالع من جوه ومايك عمال يتكلم عنه ومجد فيه، لكن ويل بيظهر فجاه ويتحدى يوليوس قدام الكل، فبيضحك يوليوس عليه وكانه كان مستني اللحظه دي من بدري. في الوقت ده بنطلع للبول وبنشوف إلفا وهي نايمه في البلكونه، فبتدخل عليها واحده اسمها سارياسا وبتصحيها وبتديها ورق فيه معلومات عن كل اللي متقدمين عشان يبقوا سحرة اسطوريين، وبتقول لها ان فيها الناس المرشحين يمسكوهم من بعدها، لكن في واحد شايفين انه المناسب يبقى بعدها، وبتقول اسم يوليوس برغم انه عامل مشاكل على الارض، الا ان إليفا بتقول لو مرشح فعلا فهي تحترم ده. في الوقت ده بنرجع تاني للارض وبنشوف يوليوس وهو بيهجم على ويل وبيستعمل قنبله دخان عشان ما يشوفوش، فبيقف ويل مركز في وسط مجموعه يوليوس وبيحاول يحس بوجودهم حواليه، والصراحه بيبقوا محاوطينه من كل اتجاه. ولما بينط ويل على واحد منهم بيكتشف ان فيه كتير من يوليوس لانه عامل نسخ كتير منه، فبيقف ويل مصدوم ومش عارف مين فيهم يوليوس الحقيقه عشان يقتله ويخلص، لكن يوليوس بقى يستخدم السحر بتاعه وبيجمد ويل في مكانه، فالكل بيبقى واقف يتفرج ومستنيين يشوفوا ويل هيتصرف ازاي، وخاصه انه ما عادش ظاهر وكانه متنبئين له يفوز عليه. بس دلوقتي الكفه اتقلبت ويوليوس بقى هو المتقدم، وبنكتشف ان يوليوس بيقلد إليفا اصلا لان ده جزء من قوتها، وبيقف يتكلم عنها قدام ويل اللي بيتعصب جدا وبيكسر التلج وبيهجم على يوليوس، فوجه له يوليوس ضربات كتير لكن ويل بيبقى مشغول بصدها. اما النسخه الحقيقيه من يوليوس فبتعرف تتفرج من بعيد من غير ما يتعب نفسه خالص، وبيستخدم قدره تانية من السحر بيعمل حاجز حوالين منه فما بيعرفش ويل يخرج من الحاجز ده. كمان يوليوس بيجيب صخره كبيره من التلج وبيرميها فوق ويل وسط صدمه من الكل، فبيعترفوا انه اقوى ساحر في الاكاديميه وان فعلا محدش يقدر عليه. لكن بنسمع إريس وهي بتتكلم عن ويل بتقول ان يوليوس مش هيقدر على مقاتل زيه، وفعلا بنشوف ويل وهو خارج من تحت الصخره وسط صدمه من يوليوس اللي مش عارف هو استحمل كم الضرب ده ازاي، لكن ويل كان بينزف كتير وبيوعده انه هيقضي عليه. طالما الموضوع جت في سيره إليفا فهو مش هيقدر يستحمل. ساعتها يوليوس بيهجم عليه بكل قوته برغم انه بيضرب ضربات كتير الا ان ويل بيقدر يصدها بكل سهوله وبيطلع يضرب في رجالته، ومع قتالهم بتبدا كل النسخ يوليوس تنهار وما بيفضلش غير النسخه الاصليه. وما بين هنا وهناك بنشوف إليفا وهي بتتكلم عن يوليوس وبتقول انهم خمنوا انه يبقى الخليفه بتاعها، لكن هي في الحقيقه بتتمنى شخص تاني اللي هو يكون معاها، واكيد تقصد الكلام بويل. بنرجع تاني للمعركه وبنشوف ويل وهو بيتحدى يوليوس اللي هيموت من الغيظ، فبيبدا يتعصب وبيهجم من غير تركيز، فبيستغل ويل الفرصه بيتفادى كل الضربات دي وبيهجم على يوليوس من ضربه واحده يقضي عليه. فبيستغرب يوليوس ازاي واحد مالوش لازمه زي ده مش متعلم السحر يقدر يقف قدامه. وقتها بيعرفوا ويل ان هو إليفا اصلا اصحاب من زمان من ايام ما كانوا مع بعض في المدرسه، وهما الاتنين كانوا ايتام زي بعض ومش هسيب فرصه لحد يبقى جنبها غير، لانه وعدها انه هيطلع لها في اقرب فرصه، وبسببها اعجب بالسحر وقرر يتعلمه، وكمان بسبب معرفته بقى كويس فعارف نقط قوتها وضعفها اللي هو اصلا بيحاول يقلد، فلازم يبقى عارف نقط ضعفه هو كمان عشان شبهها، وبيقوم يعرفوا ان كل اللي بيعمله ده مجرد وهم، هو فعلا ما يعرفش قوه إليفا الحقيقيه. فبيتغاظ يوليوس من كلامه وبيقوم يعمل 50 نسخه منه كل واحده بتهجم بطريقه شكل علويه اللي مش فارقه معاه وبيتصد ليهم كلهم، ولما بيحاول يوليوس يضربه ما بيعرفش لانه بيصد ضرباته كلها، ومع كل محاوله بيدمر نسخه منه لحد ما يوصل للنسخه الاصليه وبيضربه ضربه قويه ويقع على الارض، فبيقضي عليه. الكل بيبقى متحمس وبيشجعه ويل وهم مستغربين من قوته، والمفروض ان ما عادش غير حاجه واحده بس وهي ان ويل يروح يلبس التاج، لكن واحد اسمه فينغال بيظهر من وراه ويلبسه مكانه، وبيعرفوا انه استغل لما كانوا مشغولين في المعركه واخد هو نصيبه من غير ما يتعب نفسه. في البرج بقى بنشوف إليفا وهي متضايقه لان كانت عاوزه ويل يبقى معاها ويسترجعوا ذكرياتهم سوا زي الاول، وبتطلب من سارياسا تديلها تعويذه تمحي الذكريات، لكن سارياسا بتعرفها انه محرم عليها، فبتقعد إليفا تعيط وهي متاثره ان ويل مش هيبقى معاها وان خسرته للابد، بس اكيد في حاجه هتحصل تغير كل ده. المهم بنرجع تاني للارض وبنشوف شيون وهو بيبص لويل بكل غضب وبيوعده انه يقضي عليه وقت تاني. اما كولايت فبتروح لويل وتقعد تعيط جنبه فبيعتذر لها انه مقدرش ياخد التاج، وللاسف يعتبر خلاص خسروا المركز بتاع فريقهم، بس في النهايه بيكلم نفسه بيقول ان على الاقل وفى بوعده. بعدها بنشوف ويل وهو قاعد يحتفل في الحانه وكل الاقزام فرحانين ان رجع لهم حقهم من يوليوس وبيقعدوا يهتفوا باسمه. ده مش بس كده، ده خلى يوليوس يعتذر لهم وكان يعمل لهم اكل بنفسه، وده عقابا ليه على اللي قاله. لكن بتظهر كولايت ونور معاها في الحانه، وكولايت كانت بتسال لو كانوا الطلاب هيعملوه كويس بعد اللي حصل، فبيعرفها انه بيتمنى يحصل كده لكن ما يعرفش ممكن الدنيا تاخدهم لفين. تاني يوم في الاكاديميه بقى بنشوف كل الطلاب هما بيتخانقوا مع بعض على مين اللي ويل ينضم ليه عشان اخيرا عرف قوته عامله ازاي، ونفسهم يبقى في واحد قوي كده معاهم، لحد ما بتظهر كولايت وبتدافع عنه قدامهم وبتقول لهم ان كده هيغضب تاني وهم مش حمل غضبه. لكن في الحقيقه ويل كان فرحان انهم بيعزموه ينضم ليهم وكمان بيتخانقوا يبقى معاهم بعد ما كانوا كلهم بيبعدوا عنه ومش متقبلينه اصلا. فبتتضايق كولايت من كلامه وبتقول ان هيبقى معاها هي، لا وكمان بتاخد الجرأة وبتعزمه يخرج معاها في ميعاد، ولما بترجع من البيت ما بتبقاش مصدقه نفسها انها بقت شجاعه كده. وتاني يوم بنشوفهم خارجين سوا، بس
كولايت لاول مره تلبس فستان لما بتشوف ويل، بتحس بمشاعر جواها لاول مره، بس فجاه بتلاقي روست داخله عليهم وبيطلع طالب من ويل انه يخرج معاهم، لكن بيمسك في ايده ويل، فبتحس كولايت ان في حاجه غلط ما بينهم. بيخرجوا سوا للمكتبه وهناك روست كان قريب قوي من ويل، تحس ان في علاقه شاذه ما بينهم، فبتستغرب كولايت من معاملتهم لبعض. واول ما بتبقى مع ويل لوحدهم بتساله عن طبيعه العلاقه اللي بينه وبين روستي، لانها بتستغرب ازاي اتنين شباب يبقوا قريبين من بعض كده. فبيعرفها ويل ان روستي بيحب المشاعر الجسديه شويه، يعني مؤمن بالعاطفه في العلاقه. وبيلاقوا داخل عليهم جايب لهم عصير ما عدا هو، ولما بيسالوا ويل روستي بيقول له انه هيشرب معاه، لكن كولايت بتعرض عليه انه يشرب معاها هي، فبيقرر ويل يسيبهم لوحدهم ويمشوا. بيقعدوا يتخانقوا سوا، ده لان كولايت بتساله لو كان في حاجه بينهم وبين ويل، فبيقول لها اللي بينهم اكبر من اللي بينها وبينه، وانه بيحب ويل اكتر حتى من نفسه، وصوتهم بيبقى جايب الشارع كله. اما ويل فكان ماشي في الشارع بيكلم نفسه وبيتمنى انهم ياخدوا على بعض عشان يخلصوا منهم الاثنين، لحد ما في بنت بتوقفه اللي بنعرف انها لوينا، ودي بتكتب تعاويذ سحريه كتير، وويل من معجبينها، فبتطلب لوينا منه يروح معاها المكان. ولما بيروح بيكتشف انها واخداه مجموعه سريه مكونينها سوا، وبتطلب منه ينضم لفريقهم عشان يواجهوا الدميان. فبيتصدم لانه لاول مره يشوف التحالف ده وطول عمره بيسمع عنهم بس، فحتى بيكتشف ان شون موجود معاهم، فبيقوم يقف وهو بيزعق في وشه وبيستغرب هو جاي عندهم ليه. ولما بيروح يتخانق معاه زمايله بيقفوا ضده وبيعرفوا انه دلوقتي بقى مجموعه واحده، يعني ما ينفعش يتخانقوا سوا. الفريق ده بقى مكون من ليونا وافيجاي ويوليوس وشيون، ودلوقتي بقى معاهم ويل. يوليوس وشيون كانوا نازلين تريقه ومش عايزين ويل يبقى معاهم، لكن افيجاي شايف انه مناسب جدا، وخاصه بعد ما هزمهم فلازم يعترفوا بقوته وما يستقلوش بيه. وبيقرر انهم يعملوا تحالف قوي ويبقوا ماجينا فندر في المستقبل، حتى لو كانوا ضد بعض دلوقتي فلازم يتعاونوا طالما ده اللي هيوصلهم لهدفهم. فبيوافقوا اخيرا انهم يبقوا سوا وبيرموا العملات بتاعتهم في البلوره السحريه. بعدين بيخرج ويل يمشي في الطريق، فبيقابل كولايت وروست اللي كانوا بيدوروا عليه، لكن المره دي ويل كان متغير عن كل مره، وبيفكر ازاي ينفذ وعده مع المجموعه بعد ما وافق على شروطه. وتاني يوم بنشوف الاستاذ نور وهو بيشرح التطبيق العملي اللي هيخلي كل الطلبه يجيبوا نقط كتير وتساعدهم في التخرج، وبيقعد يشرح كل حاجه عن التطبيق العملي، وبيعرفهم ان كل سنه في ناس بتموت لما بيوصلوا للمرحله دي، انهم مش عاوزين يتكرر نفس الموضوع معاهم، فلازم ياخدوا بالهم وهم بيواجهوا الوحوش. وبياخدهم يوصلهم لمعسكر الدماء اللي يواجههم فيه الوحوش، فبينضم ويل لمجموعته ويبدا يجهز نفسه بكل تحدي المرحله اللي بعد كده. واول ما بيبداوا التمرين بينزلوا كلهم سوا، بس ساعتها ويل بيتفاجئ بنمل احمر عملاق كان لسه يهجم عليه لولا ان اصحابه اتدخلوا، وبانت بقى قوته الحقيقيه في السحر لانهم استخدموا تعاويذ جديده جدا اول مره ويل يشوفها في الحقيقه، وده خلاه واقف منبهر بطريقتهم ونفسه يبقى زيهم. وبما انه اقل واحد فيهم في القوه فكان حاسس انه ملوش لازمه، او بالبلدي كده ما كانش المفروض ينضم ليهم لانهم نازلين قطار في الوحوش من قبل ما حتى يتحرك بعصايته، لحد ما يوصلوا لمكان معين. وساعتها بيقرر يرتاحوا شويه، واحد منهم بيعمل نار وهميه كحصن لهم من الوحوش عشان ما يعرفوش يقربوا منهم. فعنينا بتطلب من ويل انه يوزع نصيب كل واحد فيهم من الاكل، ولما بيبدا ويل يوزع الاكل بيدي كل واحد نصيبه لحد ما بيوصل عند افيجاي اللي بيطلب منه يسيب الاكل على الارض وهو يبقى ياخده بعدين. وبيعرف ويل انه محبش حد يقرب منه غير اللي بيحترمه بس، هو ما بيحترمش حد في الفريق ده غير لينا، فبيتحرج ويل وبيبعد عنه من سكات عشان يفتكر اول ما الجن انضم ليهم. من وقتها البشر بيحترموه جدا لان قوتهم في السحر عاليه، وده خلاهم يتعاملوا بغرور شويه. حتى الزعيمه بتاعت الجن كانت واخده من ماجينا فندر. ولما بيقعدوا كلهم سوا لينا بتبدا تشرح لهم الخطه الجديده، وانهم عاوزين يهزموا الوحوش اللي في الدور العاشر لانه وحش قوي جدا ومحدش قادر يهزمه قبل كده، وانه لوحده كده بيملك اكتر من 110 نقطه، يعني وحش واحد يقدر يديلهم قوه كبيره من السحر. وانها لما جمعت الفريق ده كان عشان يهزموا الوحش العاشر ويثبتوا لبرج السحرة انهم قادرين على هزيمه اي وحش مهما كانت قوته، واول ما يهزموه هيقدروا يهزموا اي وحش بعديه. علشان كده بتفتكر تاخد طريق مختصر يوصلوا بيه بسرعه، فبيركن ويل على جنبه وهو محرج من نفسه وقد ايه هو مش عارف يعمل حاجه من ال5 نقط اللي جمعهم دول، وبيوعد نفسه انه يطلع كل طاقته المره دي عشان يستاهل يكمل مع الفريق. في نفس الوقت وفي مكان تاني خالص من الزنزانه بنشوف 2 مقنعين حواليهم وحوش كتير مقتولين واللي مش عارفين هدفهم ايه، دول حتى ما بينطقوش بحرف واحد. ولما واحد بيسال زميله المقنع هو ليه قتل الوحوش بسرعه، فقال له انه زهق من الوضع ده وعاوز يخلص عليهم كلهم لان مفيش وقت وهو عاوز يوصل للاقوى من كده. بنرجع تاني لفريق ويل وهم ماشيين في الدور العاشر بس مش لاقيين ولا وحش واحد يهجم عليهم، وكل اللي شايفينه عباره عن جثث وبس. فبيشكوا ان في فريق سبقهم وقتل الوحوش كلها مره واحده، بس شيون بيقول لهم انه مستحيل يكون حد سبقهم لهنا لانهم ما شافوش ولا واحد عايش لحد دلوقتي. اما ويل بقى فكان واقف جنب وحش من المقتولين دول عمال يحلل جثته، بس بيكتشف ان الوحش ما ماتش عن طريق السحر وان في حد قسمه نصين بايده، وده بيدل على ان الاشخاص دول اكيد اقوى منهم بمراحل، لكن ما برضاش يقول لزمايله. وبيستغرب اكتر ان المكان هادي جدا ومفيش اي حركه خالص، وحتى لما بيوصلوا المكان الوحش اللي المفروض هيقتلوه بيتفاجئوا انه عباره عن جثه هو كمان، وبيلاحظوا انه لسه مقتول من فتره قريبه. عشان كده بيستخدموا سحر البحث بتاعهم ويدوروا في المكان كله. وساعتها ويل بيفتكر نور وهو بيعلمه درس عن السحر البحث، وان السحر ما بيقدرش يكشف كل حاجه سواء الافخاخ او السحر التخفي، وده معناه ان اكيد في سحرة تانيين موجودين في المكان هم مش هيقدروا يوصلوا لهم.
يخرجهم، وكمان مش عارف هيلاقي فخاخ تاني ولا لا، فبيركز حواسه كلهم في المكان لحد ما يحس بحركه غير طبيعيه في السقف، ولما بيبص لفوق بيتفاجئ بجزء عين لونهم احمر وكانهم بيراقبوهم في صمت، فبيطلب من زمايله انهم يتحركوا بسرعه. بس مره واحده بيلاقوا خفاش ضخم بيهجم عليهم، واول واحد بيهجم عليه هو وي اللي بيرميه لمسافه بعيده، وبعدها بيقرب من افوجاي وبيضربه ضربه قويه جدا، وقبل ما الباقيين يلحقوا يتصرفوا الخفاش بيضرب ضربه قويه على الارض بيدمر بها الارضيه كلها، فبيقعوا كلهم للدور اللي تحت، وساعتها ويل بيجروا بسرعه عشان يلحق افوجاي قبل ما يقع ويندفن تحت الارض، بما انه مغمى عليه ومش هيعرف ينقذ نفسه، وبسبب الضربه دي بيحصل زلزال قوي جدا المخيم كله بيحس بيه، ولما الفريق بيقوم من مكانه بيتفاجئوا بنفسهم موجودين في مكان اول مره يشوفوه، وده معناه انهم طلعوا بره حدود الزنزانه اللي الاكاديميه قالت لهم عليها. في نفس الوقت كان افوجاي عمال يحلم بجن كتير حواليه، وهم عمالين يتريقوا عليه ويهنوه، وبيقولوا انه مش مصدقين انه موجود في الاكاديميه دي لحد دلوقتي، وبيتفاجئ بليونور وهي بتتكلم معاه وبتقول انهم مش محتاجين شخص فاشل زيه، فبيقوم يجري ناحيتها وهو بينادى عليها تستناه، بس بيقوم مفزوع من النوم وبيلاقي ويل قريب منه وعمال يسارع تعبان عملاق عشان ينقذه. في نفس الوقت كان شيون ويولوس بيواجهوا شويه وحوش بيطير، وبنعرف انهم موجودين في الدور ال11، والدور ده ما بيدخلوش غير صحراء من مستوى عالي مش طلبه زي حالاتهم. اما لينا بقى فكانت موجوده في مكان بيطلعوا عليه اعماق الكوابيس، وده مكان مليان بالدم ومليان بالوحوش اقوى من الدور العاشر نفسه، فبتوصل لها كليته وبتعرفها انها غرقانه بالجن، لكن ليانا كان كل اللي فارق معاها انهم يلاقوا طريقه يخرجوا بها من المستوى ده، وده لان فرصهم بتقل كل ما فضلوا في المكان ده، محدش يقدر يوصل لهم يساعدهم. ويل بقى كان لسه بيحاول مع افوجاي عشان يعرف انه شخص طيب وبيحاول يعالج جروحه، بس افوجاي ما كانش عاوز يقرب منه، وبيطلب منه يسيب الاسعافات الاوليه جنبه وهو هيعالج نفسه، لانه مستواه ما يترقاش ينزله ولازم يفضلوا بعيد عن بعض. وفعلا بيبدا يعالج نفسه، فبيبص له ويل باستغراب، وبعدها بيبص على باقي الحاجات اللي معاهم واللي ما بتبقاش منها حاجات كتير، حتى الاكل مش هيكفيهم غير لمده يومين على الاكتر، يعني لو ما لحقوش يلاقوا مخرج بسرعه هيموتوا من الجوع. وبيسال افوجاي لو كان قادر يتحرك عشان يدور على باقي الفريق، لكن افوجاي بيرد عليه بكل استهزاء وبيعرفهم ان لازم يستنوا اي مساعده تجيلهم. اما ويل فكان بيفكر بعقله وبيعرفه ان الزنزانه مش مكان سالم او كده، وانهم لازم يدوروا بنفسهم على مساعده، والا لو استنى اكتر من كده هيموتوا يا اما من الوحوش يا اما من الجوع. اما نور بقى فكان بيطمن على الطلبه في الدور الثامن، بس بيكتشف ان الوحوش في حاله هيجان ونازلين هجوم على كل الطلبه، وحتى المخيم والرئيسي نفسه اتمسح من على وش الارض وما عادش ليه اثر، وان حتى المعلمين اللي كانوا مسؤولين عن حمايتهم لقوهم مقتولين، وادوات المراقبه اتدمرت هي كمان، وما عادش في اي وسيله حمايه يقدر يطمن بيها على الطلبه. وساعتها بيقف مصدوم من اللي هو سمعه وما بقاش عارف يتصرف ازاي، ما بيفوقش غير على ادوارد اللي جاي يجري عليه، وبيطلب منهم انهم يتحركوا بسرعه عشان يلحقوا الطلبه. في نفس الوقت كان ويل ماشي مع افوجاي بيدور على باقي الفريق، بس افوجاي عمال يستخدم سحر البحث على اخره، وويل بيعرفه ان لو فضل على الحال ده فتره طويله طاقته السحريه هتخلص، وعشان كده لازم يحافظ على قوته عشان يقدروا يكملوا. بس افوجاي كان متعصب جامد منه وبيقول له ان لو ما استخدمش السحر ده ممكن يموتوا فعلا، لانهم مش هيعرفوا مين اللي هجم عليهم وامتى. لكن ويل بيعرفوا ان الاهم من السحر البحث هي المسافه مش الوقت، وانهم كل ما كانوا بعيد عن الوحوش هيلحقوا ينقذوا نفسهم، وان الاهم دلوقتي انهم ما يدخلوش في معارك عشان يحافظوا على طاقتهم الا للضروره القصوى. فافوجاي بيستغرب من هدوء ويل وبيساله باستغراب انت ازاي قادر تبقى هادي وسط المدعكه اللي احنا فيها دي؟ فويل بيعرفوا انه ما قداموش غير فرصه واحده ولازم يستغلها لصالحه، وهي انه يجمع نقاط كتير عشان الاختبار، وان قضى حياته كلها يبحث جوه الزنزانه وعرض نفسه للخطر كتير، فقدر يتكيف من الوضع ده، وما انه قابل وحوش كتير قبل كده واتصاب منهم فمش فارقه يتصاب تاني بقى، ولازم يفكر زيهم مش بدماغه هو. ولسه بتتكلم بتتفاجئوا بثلاث وحوش على شكل خنزير بيهجموا عليهم، فبيقرر ويل انه يدخل المره دي ويساعد افوجاي لانه ما قدموش حل غير انه يقف قدامه ويحاربهم. افوجاي بقى بيبدا يستخدم السحر بتاعه وبيوجه له اعصار ضخم ناحيه واحده من الوحوش، بس للاسف الوحش بيقدر يتفاداه بسهوله، ولما بيقدر يبص على ويل بيلاقي يتحرك بسرعه جدا وعمال يقطع في الاثنين التانيين ولكنه بيقطع في طبقه سلطه، فبيستغرب ويبقى مصدوم هو ازاي عنده القوه دي كلها. وقتها بقى افوجاي بيتفاجئ بالوحش وهو بيقرب منه، فبيفكر يستخدم تعويذه الوهم عشان الوحش ما يقربش منه بما انه مش هيلحق ينفذ تعويذه هجوم. بس ويل بقى بياخد باله منه وبينادي عليه بصوت عالي، هو بيقول له اهرب يا ابن المجنون، الوحش ده ما بيتاثرش بالتعويذ بتاعتك. بس طبعا افوجاي من كتر الخوف بيتجمد مكانه، هو شايف الوحش بيخترق التعويذ بتاعته وفاتح بقه وهياكله، لكن ويل كان سريع عنه وما كانش مصدوم ولا حاجه، وبيجري باقصى سرعه عنده يضرب الوحش بخنجر في راسه لحد ما بيوقعه على الارض. وبعد ما بيخلص كل الوحوش بيروح يتكلم مع افوجاي وبيديله شويه نصايح عن الوحوش، وان حاسه الشم عندها قويه جدا ويقدروا يخترقوا اي حاجه السحر هيعمله. لكن افوجاي كان مصدوم من اللي حصل وحس انه مش هيقدر يواجه الوحوش دي، حاجه كده شبه احساس اليأس. لكن ويل بيشجعه بكلمتين وبيقول له انه هيقدر يواجههم في المره الجايه بس لازم يبقى مستعد. لكن افوجاي بقى بيقول له انه مجرد فاشل وما بيستحقش يبقى في الفريق ده، فبيتصدم ويل من كلامه وخاصه انه كان دايما واثق من نفسه. ايه بقى اللي غيره وخلاه يبقى فاقد الثقه كده؟ ولا حتى كان دايما بيستهزأ بيه، جه الوقت اللي استهزأ بنفسه. وبيبدا افوجاي يحكي لويل هو ليه حاسس بالاحساس ده، وبيعرفه ان هو الجن الوحيد اللي موجود في الاكاديميه، اما الباقيين فموجودين في برج السحر عشان
وعشان كده اعتبروه وصمة عار في حقهم. وحتى سحر الخيال اللي هم متمكنين فيه هو ما يعرفش يعمله بطريقة صحيحة، لدرجة انه بيبقى عبارة عن شوية وهم وخلاص. في نفس الوقت بقى كانت لينا ماشية تتكلم مع كولايد ومليانة باليأس من جواها، وده عشان كانت بتحاول طول ال6 سنين اللي فاتوا انها تجذب انتباه برج السحر، بس ما عرفتش تعمل اي حاجة ولسه زي ما هي ومستواها بيقول اكتر كمان. فكولايد بتحاول تشجعها وبتقول ان الطلاب كلهم بيقولوا عليها موهوبة وشاطرة، لكن ليان كانت شايفة حاجة تانية، وان كل الكلام ده جوه الأكاديمية بس، لكن بره ملهاش اي لازمة. وبتحكي لها قصة بنت شافتها بتخترع وصفة سحرية وهي لسه في سنة أولى، وقررت تنضم لبرج السحر برغم انها اقل منها في الخبرة، وساعتها حست بقيمة نفسها وانها مش متميزة ولا حاجة. وطبعا كولايد بتفهم على طول انها بتتكلم عن حبيبة ويل اللي هي ليفا، لانها اصغر ساحرة انضمت لبرج السحر وبقت واحدة من ماجينا فندر. في نفس الوقت اللي بيتكلموا فيه كان افجاي بيحكي لويل عن اخته ليونا، واللي كانت اخته بالاسم بس، لكنها كانت اقوى منه بمراحل. قوتها السحرية تخطط الحدود لدرجة انها قدرت تعمل غابة سحرية من الوهم وهو ما كانش قادر يتحرك من مكانه، حتى وعشان كده فضل يعمل المستحيل عشان يوصل لها وانضم للأكاديمية عشان بس يشوفها، لكنه لحد دلوقتي مش عارف يعمل حاجة. واخر المتمة بقى محبوس جوه الزنزانة مش عارف يخرج منها. فهو بيضحك كده وبيقول له انا كنت متأكد انك شبه في حاجات كتير، وان اكيد لما تخف هتقدر تحميني وسحرك يرجع لقوته مرة تانية. وبيكملوا طريقهم سوا، هم بيواجهوا وحوش كتير بس مستواهم اقل من المستوى اللي قبلهم، وبرغم كده الا ان ويل بيهجم عليهم وبيقتلهم وكأنه متعود عليهم من صغره. مع الوقت بيبدأ افجايا جاب ويل اكتر، وكأنه ما كانش متخيل انه يبقى بالقوة دي، بس بياخد باله ان جسمه مليان اصابات وجروح، وبيحس ان كل اللي حصل له ده بسببه، وبيسأل نفسه هو ليه ما تخلاش عنه زي باقي الجن ما عمل معاه. فلما بيسأل ويل بقى بيعرفه انه مش وحش للدرجة دي، يعني عشان يتخلى عنه هو لازم يساعده لانهم مهما كانوا فريق واحد. بس بيبدأ ويل يحس بحاجة غريبة، وساعتها افجاي بيسألوا عنها فبيعرفوا ان وحوش كتير هتهجم عليهم دلوقتي. فبيستغرب افجاي لان سحرة البحث بتاعته ما قدرتش تحس بحاجة وهو حس بيها من غير ما يستهلك طاقة. فبيعرفوا ان مش كل الوحوش يقدر سحر البحث يكتشفها. ولسه هيكمل كلامه بيتفاجئوا بشوية وحوش نازلين من كيس في السقف وبتهجم عليهم، فبيطلب من افجاي انه يجروا بسرعة، وبيطلع اداة سحرية من اللي معاه بيفجرها في الوحوش وبيجروا وراه، بس وهم بيهربوا يتفاجئوا بانفجار ضخم جدا وراهم. وساعتها بيعرفوا ان في وحش ضخم هيظهر لهم، فبيقرروا من تاني. وويل بيطلب من افجاي انه يجهز لان المواجهة دي المرة دي مش هتبقى سهلة. وبيعرفوا افجاي ان الوحوش دول بالذات عندهم منع ضد الهجمات السحرية، يعني مفيش حاجة تقدر تأذيهم بسهولة. فافجاي بيقول له يبقى كده هنخسر يا معلم، لان مفيش طريقة نقدر نأثر عليهم بيها. بس ويل بقى بيفاجئوا بيقول انه في طريقة واحدة، وهي انهم يستخدموا سحر الخيال بتاعه، لان الطريقة الوحيدة اللي هتأثر عليهم، ولو ما استخدموش هيموتوا. وبيطلب منه يساعده بالسحر بتاعه المرة دي، لكن افجاي كان ضعيف من جواه، وبيقول له هو بيعات ان السحر بتاعه ضعيف ومش هيعمل لهم حاجة، وهو لسه قايل لهم الكلام ده من شوية. لكن ويل بجملتين تشجيع بيقول له ايه يعني لما نخسر مرة، هو احنا مش اقوياء للدرجة دي، بس الافضل بقى لو حاولنا فشلنا ده لفوق وقدرنا نهزمه مرة واثنين وثلاثة مع كل محاولة نعملها. وساعتها بيتشجع افجاي بكلامه وبيستخدم السحر بتاعه، وبيجري ويل بسرعة السيف بتاعه عشان يقتل في الوحوش. بس افجاي كان يئس خالص، وده لانه كل ما يحاول مرة يلاقي نفسه بيفشل برضه. فبيفتكر ذكرياته زمان مع الجن وهم بيتنمروا عليه، وساعتها بيواجهوا خوف وبيطلع اقوى حاجة عنده عشان وقتها يهزموا الوحوش بكل سهولة. وبعد ما بينجحوا في مهمتهم افجاي بيعتذر لويل لانه ما كانش مقدر قوته الحقيقية دي، وبيقول له انه محارب قوي يستحق الاحترام. واخيرا علاقتهم بتتحسن على عكس شيون ويولوس اللي بيتخانقوا علشان شوية مية. ويولوس شايف ان شيون بقى مغرور بعد ما قوته كبرت عن الاول، لكن شيون بيشد يولوس من قفاه وبيستخبى بسرعة، وهو بيقول له ان في وحوش هتهجم عليهم دلوقتي. بس يولوس ما كانش حاسس بحاجة ولسه هيرد عليه ويشتمه. بيتفاجئوا بكمية وحوش بتهجم عليهم، وبما ان عددهم كان كبير فيوليوس بقى بدأ يخاف، اللي هو ازاي اتنين هيواجهوا كل العدد ده من الوحوش. وبيعرض على شيون انهم يهربوا، لكن شيون بيرفض الانسحاب وبيقول له انه نجرب احساس الهزيمة على ايد واحد من الوحوش قبل كده، فمش هيجرب نفس الشعور تاني. ويقوم مستدعي النسر الناري بتاعه. في الدور الثامن بقى كان الطلبة بيهربوا من كمية الوحوش كبيرة بتهجم عليهم، لحد ما بيتفاجئوا بإدوارد وهو بينقذهم، وبيقدر يستدعي كمية سيوف كتير تقضي على الوحوش بسرعة. وبيطلب من الطلبة انهم يروحوا للمخيم بسرعة عشان لازم يتجمعوا كلهم سوا، وهناك هيلاقوا كل المعلمين مستنياهم وهيساعدوهم. وقتها بيظهر نور وهو راكب تنين، وبيشد ادوارد بسرعة يركب معاه. وبيعرفوا ان في شوية طلبة موجودين في المستوى السادس وهم لازم ينقذوهم. وبيعرفوا كمان ان فريق لينا زمانهم متجهين ناحية المستوى العاشر. فادوارد بيعرفوا انهم مش هيقدروا يواجهوا الوحش اللي هناك لان المستوى ده اعلى منهم، لكن نور بيقول له انا عارف مكانهم بالظبط بسبب الكريستالة اللي معاه هي اللي بتحدد المرافق بتاع ويل، وطبعا يقصد كيكي. في الوقت ده بقى كانت كولايت ولينا تايهين في المستوى ال11 ومش عارفين يخرجوا منه، حتى الاكل والماء بتاعهم خلصت، ومهما حاولوا يرتاحوا يلاقوا الوحوش بتهجم عليهم ومش مديالهم فرصة. بس وهم واقفين فجأة بيسمعوا صوت حد بيقرب منهم وفي خطوات جاية ناحيتهم، فبيفتكروا ان حد جاي يساعدهم. وخلينا نروح لويل وافجاي الاول اللي بيجروا على اخرهم بعد ما خلصوا على كل الوحوش اللي قابلتهم. ووقتها بيقدروا يوصلوا شيون ويولوس وهم واقفين قدام وحش ضخم مقتول. بس شيون كان مصدوم ان ويل لسه عايش، ولما بيسالوا على لينا وكولايت بيقول لهم انه ما شافهاش، فبيعرفوا انه في خطر ولازم يلحقوا بسرعه. اللي لما بنرجع لهم بيظهر بقى اللي كان بيقرب منهم، وبنكتشف ان واحد من غير راس
راس، بس حاطط مكان راسه راس واحد من المعلمين وبيتكلم من خلالها. وتخيل بقى المنظر المرعب ده قدام لينا وكولايد اللي مش فاهمين ولا عارفين هو مين ده. وساعتها بيسألوهم عن هدفهم وهم عايزين منهم ايه بالظبط وليه خلصوا على المعلمين بتوعهم، فبيعرفوهم انه مجرد شوية اشرار مش اكتر، وانهم عاوزين يدمروا السما المزيفة دي. فلينا بتفهم على طول انه يقصد الحاجز الماجينا فندر عملوه عشان يحموهم من الغذاء، وما بتلحقش تفكر كتير لان اللي من غير راس ده بيطلع عصايته السحرية وبيعمل حزام من نار، وهو بيطلب منهم يسيبوه يرقصهم ويمشوا. ومن حسن ظنهم بقى قبل ما الاشرار يهجموا عليهم بيظهر باقي الفريق، وويل بيصد الهجوم بتاعه وبينقذ زمايله، وبيفضل يحارب فيهم هو وزمايله لحد ما بيخلوهم يهربوا من المكان. بس قبل ما بيهربوا بيطلع لهم الخفاش اللي وصلهم للمرحلة دي قبل كده، وبقى مكتوب عليهم انهم يواجهوا مرة تانية، والامور بدأت تتوتر على الاخر وبقوا واقفين مش عارفين يتصرفوا ازاي. وهنا بنعرف بقى انهم بيقيموا الوحوش من 1 على 1000، بمعنى انهم بيقيسوا قوة كل وحش عن طريق الرتبة بتاعته. يعني مثلا الخفاش ده رتبته 270، يعني حاجة عالية جدا، ودي اول مرة يوصلوا المرحلة دي. وخاصة ان وحش يساوي 1 نقطة معناه انه يساوي ساحر معاه 1000 نقطة تقييم، يعني كده اعلى واحد فيهم ما يقدرش يواجه له غير وحش معاه 10 نقط. ما بالك بقى بالخفافيش اللي واقفة قدامهم دلوقتي ده اللي بتبدأ بالهجوم الاول. وساعتها ويل بينادى على اصحابه انهم يتفادوا الضربة باي طريقة، وبرغم انهم بينجحوا انهم يتفادوها الا ان ضربة واحدة بس من الوحوش قدرت تدمر معظم الكهف اللي واقفين فيه. ولما ويل بيلاحظ ان المكان هيتدمر فوق راسهم بينادى على اصحابه ويطلب منهم يهربوا، فبيجروا كلهم ناحية مدخل وحيد موجود قدامهم، وبيدخل افوجاي عشان يستخدم السحر بتاعه يعطل الوحوش على ما اصحابه يلحقوا يهربوا. بس السحر ده مع الوحوش السرسجية مش مع وحش رتبته عالية بالطريقة دي اللي بيدمر السحر بتاعه بكل سهولة. ومن صدمة افوجاي بقى في مكانه ما بياخدش باله ان الخفاش بيجهز نفسه لضربة قوية عليه، لولا ان ويل بيظهر وبيزقه بسرعة لبعيد وبيلحق ينقذه على اخر لحظة. وبعد ما بيهربوا المكان بيتدمر تماما، ولما بيتجمعوا كلهم سوا ويل بيعرفهم ان الوحش ما بيظهرش غير في المستوى 25، فبيستغربوا كلهم انه موجود في المستوى 11. ويا ترى بقى ايه اللي جابه لهنا؟ لكن كولايد بتفهم انه ظهر لهم لما الشخص اللي من غير راس استخدم سحر البوابة وفتح العوالم على بعض، وبكده ما عادش فيه طبقات، يعني ممكن يلاقوا وحوش من المستوى 100 قدامهم دلوقتي. وبيفهموا انهم متحاصرين في الزنزانة دلوقتي لان الخفاش اكيد امر باقي الوحوش انهم يدوروا عليهم ومش هيقدروا يخرجوا من هنا غير بمعجزة. بس لينا بقى كانت واقفة ساكتة وبتفكر في الحالة اللي وصلوا لها، وخاصة ان اليأس بدأ يسيطر عليهم وما عادش معاهم لا اكل ولا مية. لكن ويل بقى كان عنده خطة لمواجهة الوحش ده، بس للاسف مش هيقدر يستخدمها لانه ما يعرفش حاجة في السحر. فكلهم بيرفضوا الخطة دي ما عدا افوجاي اللي المرة دي بيصدم الكل، وبيقول لهم انه واثق في خطة ويل لانه انقذه قبل كده كذا مرة يقدر ينقذهم كلهم برضه. وبتتغير نظرتهم ساعتها لويل، وكولايب بتقول له انه اكتر واحد عارف الزنزانة هنا، هو الوحيد اللي يقدر يخرجهم منها. حتى شيون اللي كان بيقول عليه فاشل بيوافق على خطته بعد ما بيفهم انه مش هيعرفوا يهربوا ابدا، والحل دلوقتي هي المواجهة. وطالما ويل عنده خطة فايه المنع انهم يجربوها؟ وهنا بقى لينا بتندم انها ما خلتش ويل قائد الفريق من البداية، وانها كانت بتستخدمه كدرع مش اكتر، برغم انه اكتر واحد عنده خبرة وبيعرف عنهم كتير، وبتخلي ويل هو القائد وما بيفضلش غير يوليوس بس هو المعترض على القرار ده لانه شايف ويل قليل ما بيفهمش حاجة. بس ويل بيقرب منه وبيقول له انه مع حق في كل اللي بيقوله، لكن دلوقتي هو محتاجها وعاوز يساعدها لان خطته كلها بتقوم عليه هو. وطبعا يوليوس بيتصدم لما بيلاقي نفسه هو السلاح والدرع في نفس الوقت، لكنه بيسمع كلام ويل وبيبدأ يستخدم السحر بتاعه ضد الخفاش. وهنا بقى بنشوف ويل وهو بيشرح ليوليوس خطته وانه لازم يكمل التعويذة بتاعته مهما حصل لانه الوحيد اللي يقدر يخرجهم من هنا. وساعتها بقى كل الفريق بيواجهوا كذا ضربة للخفاش وبيقدروا يسيبوه، بس ما بيتأثرش كتير بسبب أجنحته القوية واللي بتصد أي ضربة بتيجي منهم. لكن تعويذة يوليوس بتكون جابت همها وقدرت تجمد الوحش مكانه لدرجة انه ما كانش قادر يتحرك خالص. بس هو بيفتكر ان التعويذة دي الوحيدة مش كفاية وان لازم يدور على طريقة كمان تساعدهم. في نفس الوقت بتظهر لينا وحواليهم سهم كبير من البار وبتصوبوا ناحية الخفاش اللي ما كانش قادر يتحرك ولا يصد الضربات دي كلها، اهو على الاقل هيهبط حركتها شوية، لكن الضربة دي ما بتقدرش تعمل حاجة فيه برضه، وبيقدر يفك الجليد من حواليه. ولسه يهجم على لينا ويل بيجري بسرعة ناحيتها وبينقذها، بس الوحش بيضرب عليهم مجموعة طلقات سحرية، فبيستخدم ويل السيف بتاعه كدرع عشان يقدر ينقذ نفسه من الضربات، وبينادي على كيكا عشان تحميهم. ورغم انها بتقدر تعطل الضربة شوية الا ان في ضربة منها بتخترق الحاجز وبتصيب ويل، وبيقع هو ولينا على الارض وسط صدمة الفريق كلها اللي مش مصدقين اللي حصل. فافوجاي بيعمل سحابة يغطيهم بها من الوحوش وبيطلعوا بخير وكل حاجة، بس ويل ما كانش في حالته، وده بعد ما نضارته اتكسرت من الضربة وما عادش قادر يشوف من غيرها. فلينا بتطلب منهم انهم يهربوا بسرعة وهي هتعطل الوحش حتى لو كانت هتفاديهم بحياتها، وبتعرفهم ان اهلها كلهم فرسان وحتى لو هيضحوا بنفسهم لازم ينقذوا زمايلهم. لكن افوجاي بيرفض يمشي ويسيبها وبيقرر يفضل معاها عشان يرد الجميل اللي ويل انقذه قبل كده. وبيجروا هما الاتنين بسرعة يوجهوا كام ضربة متتالية ضد الوحش وسط تفكير شيون اللي مش عارف هو الهروب الحل دلوقتي ولا لازم ينضم ويساعد هو كمان. واثناء ما كان بيفكر بيلاقي ويل بيطلب منه انه يضربه، لكن شيون مش فاهم حاجة وبيطلع ويل ندمان على اللي ورط فيه زمايله. بس شيون بيقرب منه وبينزل فيه ضرب. وانت يا ابني هتستعبط؟ عاوز تموت دلوقتي؟
دلوقتي بعد ما ورطتنا في الخطر؟ مش دي كانت خطتك من البداية؟ عاوز تنسحب دلوقتي وتسيبنا متورطين؟ وبيفضل يهزق فيه لحد ما ويل اخيرا بيضحك وبيمسك ايد شيون وبيقول له عنك انت يا كبير، شكرا قوي انت فوقتني من الصدمة. وبيقوم يمسك السيف بتاعه وبيوصي كولايت تاخد بالها من كيكي وبيجري ناحية الوحوش عشان يساعد لينا افوجاي. فبيقف شيون معاه ومش فاهم حاجة وبيسأل نفسه بصوت عالي بقى ده شكل واحد خايف، لكن كولايت بترد عليه وهي بتعيط وبتقول له ويل فعلا خايف، وده لانه بيقاتل اخر نفس عنده برغم انه لازم يقرب من الوحوش اكتر، مع انه ما بيفهمش في السحر زيهم وهم بيقدروا يضربوا من بعيد، لكن لازم يقرب اكتر عشان ضرباته تنفع معاه. وبتقرر انها تنضم لزمايلها عشان تساعدهم وبتقوم تصاوب كام ضربه من بتوعها على الوحش. بس ويل كان بيفكر ازاي يخترق جسم الوحش واللي اساسا اقوى منهم بمراحل ومش قادر يعمل فيه حاجه، فبتجيله فكره انه يدمر الاجنحه بتاعته مع انها مصدر قوته، وينادي على كولايت عشان تشدد انتباهه وتفضل تهدف عليه صخور من بتاعتها. وبيقف قدام ضربات الوحش بكل شجاعه، هو بيقول لنفسه انه كيكي دلوقتي مش موجوده لكن لازم يثبت قوته للكل. والضربات دي بتعمل سحابه غبار كبيره جدا اللي اول ما بتروح ما بتلاقيش غير سيف ويل مغروس في الارض لكنه مش موجود، لدرجه ان الفريق بيفكروه مات وبيتصدموا، بس بيتفاجئوا ان لسه عايش ونازل من فوق الوحش اللي عمال يبص لهم. وساعتها بقى كولايت بتستخدم قوتها السحريه وبتصنع سيف سحري بترميه لويل اللي بيمسكه بيقطع بيه جناح الوحش. في اللحظه دي شيون بيستغل الفرصه وبيركب النسر الناري بتاعه وهو رايح ناحيه الوحش وبيفضل يقول في تعويذه سحريه عشان يقضي عليه، بس الوحش بيوجه له ضربه قويه بتسيب انفجار كبير وما بيظهرش منها غير شيون اللي لسه بيعمل في التعويذه، وبيقوم ضرب الوحش في صدره ضربه قويه جدا ومن قوته ضربه شيون بترمى على الارض. اما الوحش ما بيفضل يصرخ بصوت عالي جدا وحواليه كوم نار مش عارف يخرج منه، لكن ويل بقى بتاع قدامه بلوره سحريه ما يبقاش عارف هي بتاعت ايه بالظبط لحد ما صاحبه رستم بيظهر قدامه وهو بيقول له افتكر، فبيمسك ويل البلوره وساعتها بتعدي قدامه كام ذكرى قديمه. بيشوف اتنين بيتكلموا مع بعض، واحده بتقول ان الناس دي كلها معتقدين ان السيف والسحر مش هيندمجوا سوا لكن هيجي اليوم والفكره ده هتتغير تماما. وهنا بقى ويل بيفهم هي تقصد ايه وبيمسك السيف اللي هو اصلا البلوره السحريه وبيجري على الوحش وبينادي على شيون وبيطلب منه يستخدم السحر بتاعه وقت ما يهجم على الوحش بالسيف. فبيصوب شيون ضربه من النار قويه جدا ناحيه ويل اللي بيصدها بالسيف بتاعه، وساعتها النار بتحاول السيف من كل اتجاه عشان يتحول لسيف نار قوي ومحدش مستوعب اللي بيحصل ده خالص. وده بقى خلى ويل يكسب قوه كبيره جدا وهجم على الوحش بكل قوته وده فادى كل الضربات اللي طالعه منه وقام قسم الوحش نصين قدام الناس. لكن بتحصل مفاجاه تانية بقى وهي ان بقى الوحوش لما سمعوا صوت صرخات الوحش ده جم يجري هجوم على ويل هما كمان وما بقوش عارفين يعملوا قدامهم كميه كبيره من الوحوش القويه لحد ما بتحصل المفاجاه وبيظهر ملك المدينه فندر ومعاه العصايه السحريه اللي هي العصايه الملك بقى وبتقضي على الوحوش كلها في ضربه واحده. وبيقف الملك يشكر كل الفريق انهم حاربوا بشجاعه وهذا الوحوش المفروض انه اعلى منهم بكتير عشان ما ياخدوش بالهم غير من شخص واحد بس هو ويل اللي اثبت انه اقوى واحد في السحر ويستاهل يبقى المدينه فندر. وبكده التطبيق العملي خلص والفريق قدر يتخطى المرحله دي وبنكتشف ان الشخص اللي من غير راس ده هو زميله. كانوا جايين يعملوا كل ده عشان يختبروا قوه الفريق وبيقرروا انهم يعملوا حفله بالمناسبه دي، لكن الفريق كانوا مشغولين بهم لسه وبيفكروا هم ايه اللي جابهم للزنزانه ومين اللي اداهم القوه دي كلها، بس كانوا قاعدين كلهم في المستشفى بيتعالجوا بعد كم الاصابات اللي تعرضوا ليها. لكن ويل كان البطل بتاعهم واللي عمالين يسالوه هو جاب القوه دي كلها منين، فبيعرفهم انه لقى نفسه بيهجم على الوحش مره واحده ومش عارف قوته اكتسبها منين. هي شويه ذكريات مرت من قدام عينه وقتها بس عرف السر وما عرفش مين اللي شافهم بيتكلموا قدامه واللي ظهروا له في اللحظه دي بالذات. لكن ويل بقى ما كانش شاغل صحابه بس، ده حتى المدينه فندر نفسهم بيسالوا عنه وكانوا معجبين بقوته الكبيره وبيسالوا هو ليه ما انضمش لهم لحد دلوقتي، بس الملكه الكبيره عرفتهم ان لسه وقته ما جاش وانه هينضم لهم اول ما يعرف السر بتاعه ويعرف قوته الحقيقيه. بنرجع مره تانية لويل اللي برغم اصابته الكبيره الا انه بينزل يتمرن في الساحه ولا كأن في حاجه وصاحبه واقفين منبهرين بيه وشجاعته برغم انه المفروض اقوى منهم لانهم ما قدروش قوته الحقيقيه بالظبط، ولو كانوا يعرفوا كده من البدايه كانوا خلوه القائد بتاعهم. لكن شون كان متغاظ من كلامهم وازاي شخص فاشل زي حالاته الكل يمجد فيه كده وبينزل يتمرن معاه، بس كان واخد التمرين بجد وبيوجه له كذا ضربه ورا بعضهم. وبعد فتره بنشوف كل الطلبه هم بيمتحنوا في الاكاديميه ودلوقتي بقى جه وقت النظري، لكن ويل كان متحمس بعد اللي حصل انه ينجح في الامتحان المره دي عشان يحصل إلفي ويبقى مدينه فندر زي ما وعدها، ومش عارفين هو عمل ايه لان المسلسل بيخلص لحد هنا. اتمنى يكون عجبكم واستنوني في مسلسل جديد. ما تنساش تشترك في القناه عشان نوصل 1000 مشترك لو عجبكم الفيديو، واكتبوا اسم الانمي اللي عايزين تشوفوه المره الجايه، ويلا سلام.